كنعود لك حكايات. الدنيا بحر كبير ورحنا فيها بحال شي سفينة، اللي ما عرفش يسوق غادي يغرق في المصيبة. سعيد tells a stories And the whole world is a book to be read. سعيد tells a stories والدنيا كلها كتاب خصنا نقراوه. انا الوافي ولد الدار البيضاء، كبرت في واحد الزنقه قديمه في درب السلطان. الدار ديالنا ما كانش بحال ديور الناس، كانت ديما عامره بالبراني والناس جايين من كاع المدن، وجوههم شاحبه وعينيهم غارقه بحال تقول فيهم نموت. كيدقوا في بابنا وهما كيترعدوا. الوالد ديالي الله يرحمه كان فقيه من النوع الثقيل، كاع الناس كتعرف البركه ديالو في العلاج بالقران وفك السحر والصراع. كان عندنا في وسط الدار واحد البيت كنا كنسموه غرفة العمليات، بيت صغير والحيوط ديالو شاربين ريحة البخور والمسك. كنت كنشوف الناس داخلين مسكونين وكيغوطوا بأصوات ماشي ديالهم وكيخرجوا هاديين بحال وليدات الصغار. كان عندي واحد الفضول قاتل، بغيت نعرف شنو كاين من ورا داك الباب، وشنو كيطرى تما، وشنو هاد العالم اللي كيهضر عليه الوالد. الوالد كان ديما كيقول الوافي هاد الطريق اللي انا فيها راه فيها الشوك والعالم ديالهم غدار، رد بالك يغرك الفضول. فاش وصلت 17 عام وليت مهووس بالقصص ديال الوالد، كان كيعاود لينا على المواجهات مع الجنون من رتب عاليه، ملوك وعفاريت، وكيفاش كان كينجو منهم بفضل الله. ولكن واحد المره فاش كملت 20 عام ترجيته يحضرني لواحد الجلسه، ووافق بصعوبه، وكان هداك هو النهار اللي تبدلات فيه حياتي. دخلت واحد السيده في الثلاثينات من عمرها، كانت حالتك تبكي الحجر، وجهها ازرق وشعرها مشعكك وعينيها كيدوروا في كل قند بلا ما يحبسوا. الوالد جلس قدامها وبدا كيقرا آية الكرسي بصوت عالي. فجأة وقع داك الشيء اللي كنشوفوه غير في الافلام. السيده بدات كتهضر بصوت غليظ، صوت ديال راجل كبير، وكيهدد الوالد وكيقول ليه غادي نقتلها وغادي نقتلك معاها، هذه امانه عندنا. الدار كامله بدات كترعد والاثاث ديال البيت بدا كيتهز بوحدو ويخبط في السقف، لدرجه اني وليت كنقول هذا الزلزال. الوالد كان كيعرق ووجهه ولا احمر بحال الدم، بقى كيقرا 4 سوايع بلا ما يتوقف. في هذيك المده عرفنا بان السيده فيها رهط من الجن، 13 واحد ساكنينها، والسبب سحر اسود خايب دارتو ليها صاحبتها بسبب الغيره، ومدفون فم ميت في وسط المقبره. الوالد قدر يخرج 3 منهم داك النهار، وسمعت واحد الغوطه خلت ودني تصفر سيمانه. الغد لي كملنا الجلسه، انا كنت جالس في واحد القنت قلبي كيضرب بحال الطبل. الوالد بقى كيحارب من الصباح حتى الليل. كانت السيده كترمي راسها في الحيوط وكتخرج منها اصوات الحيوانات. في اخر الليله الوالد خرج كاع هذوك الرهوط وبطل السحر، والسيده فاقت شربت الماء وما عاقله على والو. عائلتها داوها وهما كيبكيو بالفرحه، ولكن الوالد في ديك اللحظه كان كيشوف واحد الزاويه في السقف بواحد النظره ديال واحد شاف نهايه ديالو. من ورا ديك الجلسه الوالد تبدل علينا 180 درجه، ولا كيسد على راسو ومكياكل ما كيشرب وديما خايف. عيط ليا لبيتو وكانت ريحه البيت ولات غريبه بحال ريحه الكبريت. قال لي شوف وليدي الوافي، انت هو الكبير، تهلا في خوتك وفمك، الدنيا والزمان هادي، حسن راسك ديما بالذكر، راه العين حق والانتقام ديالهم صعيب. من داك النهار ما بقيناش كنشوفوا الوالد، كان معتكف، والوالده كانت كتحط ليه الماكله قدام الباب وكتمشي. حتى لواحد النهار توصلنا بخبر صدمنا، ديك السيده اللي لقاها الوالد لقاوها شانقه راسها في بيتها، وخلات ورقه مكتوب فيها جمله واحده: لا حياه لمن تنادي. غير ساق الوالد الخبر مرض واحد المرضى خايبه، ومن بعد ايام قليله الوالده دخلات لقيتو جثه هامده. الصدمه الكبيره هي ان الجسد ديالو كان خطر كامل. طبيب فجاه بقى مبهور، قال بلي الوفاة بسبب اختناق حاد، ولكن كيفاش وعلاش ما كاينش الجواب، حتى واحد ما عارف. الوالده كانت كتقول وهي كتبكي: غصبوك في حياتك الفقيه، غصبوك في حياتك. دازت مده وانا كنحاول ننسى ونعيش حياتي، ولكن في واحد الليله بدات الكوابيس كتحول للواقع. دخلت لبيت الوالد القديم اللي بقى مسدود من نهار مات. كنت كنقلب على شي اوراق وانا نحس بشي حد من ورايا. دورت راسي شفت السيده قاعده في واحد القنت لابسه الكحل وجهها شاحب ولكن ملامحها قويه. انا تجمدت في بلاصتي، بديت كنقرا اللي حافظ من القران وهي كتشوف فيا، وبدات كتبتسم بواحد الطريقه غريبه. قالت لي ما تخافش من دابا، ولكن خاف من بعد.
خاف من اللي جاي وغبرات في وسط الظلام. من تما ولات حياتي فيلم رعب حقيقي. وليت كنفيق وسط الليل كنلقى راسي جالس في داك البيت المسدود والباب مسدود عليا من برا. واحد الليله لقيت ديك السيده ومعاها 2 رجال. واحد منهم كان كيتشكل قدام عينيا، كيولي كلب كحل، عيني حمرين، مره كيولي حنش غليظ. والصدمه كانت معاهم ديك السيده اللي انتحرات. قالت لي بان الوالد ديالي قتل الجن اللي كان ساكن ديك السيده فاش كان كيرقيها، ودابا هما باغيين العين بالعين. قالت لي باك تسبب لينا في ضياع وانت غتخلص الثمن، غتعيش معانا وغتشوفنا في كل قنت حتى تولي بحالنا. دازت مده وانا نمشي عند واحد الفقيه صاحب الوالد، عاودت ليه كل شيء. جا عندنا للدار ودخل هذيك البيت، بدا كيعزم ويقرا. انا في ذاك الوقت غيبت ما شعرتش براسي. فاش فقت لقيت وجهه صفر. قال لي يا وليدي هادو ماشي جنون عاديين، هادو متمردين وحالفين فيك. حاولت نطردهم ولكن هما شادين فيك بحال الطل. من ذاك النهار وليت كنشوفهم في كل بلاصه. فاش كنكون في الخدمه كنشوف ديك السيده جالسه حدايا، كنسمعها في ودني كتقول قربات ساعتك. الناس بزاف نصحوني باش نمشي عند شي طبيب نفساني، وداك الشيء اللي درت. مشيت عند 4 ديال الاطباء، كل واش كيقول لي شي يقول لي عندك انفصام، شي يقول لي عندك هذيان. المهم انا عييت، ولكن انا عارف بان هذا الشيء حقيقي. دابا هذه 5 ايام ما شفتهم ما سمعتهم، وهذا السكات هو اللي كيخليني نرتجف من الخوف، حيت عارف باللي هذه غير الهدوء اللي كيسبق العاصفه. والوالده مسكينه ما عارفه والو. كنحاول نخبي عليها باش ما نخلعهاش، ولكن حتى هي بدات كتحلم بكوابيس غريبه. خوتي راني جالس في بيتي والضبط كيرمش بطريقه غريبه، ريحه الكبريت بدات كتفوح في البيت، ودابا كنسمع الصوت ديال الخديش في الباب. انا خايف نحل الباب وخايف نبقى هنا. حسيت واحد اليد بارده تحطت على كتفي دابا، وما كاين حد في البيت غير انا. الصوت بدا كيقرب لودني. الوافي توحشناك. الباب ديال البيت بدا كيتفتح بوحدو بشويه بشويه. دعيو معايا الخوت حيت يمكن تكون هادي اخر مره غتسمعوني فيها. شوف الجامع يا ولدي شحال فيه من حكاية، الزليج والنقش تاريخ عظيم وآية. الدنيا بحر كبير وحنا فيه سفينة، اللي ما شدش في الأصل تغرقوا موجة حزينة. كلامك يا سيدي بلسم الروح ودواها، لكن زمان اليوم صعيب نفهموا لغتها. الهموم كترت والقلب ولا تايه، كيفاش نرضي الماضي والمستقبل قدامي. يا ولدي خلي إيمانك هو الربان، النية والعزيمة هما كنز الإنسان.